السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الدجاج بطريقه سهله ولذيذه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو بسم الله. عندي هنايا البزار حبوب، غادي ندوز ندقو. عندي جوج انواع ديال البزار، البزار الكحل والبزار الغوز. غادي ندير شويه ديال الملح، غادي ندير الثومه وغادي ندقهم شويه، غير غادي بحال نعرمشهم، ما غاديش ندقهم بزاف. غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، غادي ندير شويه القزبر وبعدنوس، شويه ديال البزار، غادي ندير شويه ديال اليازير، شويه ديال الزعتر. غادي نعصر واحد نص حامضه، غادي ندوز نخلط هاد العناصر. غادي ناخدو شي طاوه ديال الفرن، غادي نستف فيها البطاطا هكا من التحت، انايا عندي واحد الدجاجه صغيره اللي قسمتها على النص وخليتها هكا. حليتها بهذه الطريقه، غادي نحطها هكا. غادي نضيف خيزو، غادي ندير البصله اللي قطعتها هكا، خليتها طراف كبار. غادي ندير الحامض، وغادي ندير حبات ديال المعطيشه، غادي نخوي هاد العطريه هكا من الفوق. هنايا عندي شويه ديال الزعفران اللي درتو شويه في الماء سخون قبيله باش يبدا يطلق، غادي نزيدو. غادي نغطيه وغادي ندخلو للفران اللي شاعله على 180 درجه. غادي نحسب ليه واحد 40 دقيقه ومن يوجد نرجع معكم. هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما جبدته من الفران. هذا هو الشكل ديالو. غادي ندوز نقدمه معكم. انا صافي بديت تنحط فيه. هذا هو الشكل ديالو النهائي. تيجي المنظر ديالو زوين وتيشهي ولذيذ في المذاق. نتمنى تجربوه ويعجبكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. نهاركم مبروك والى اللقاء.